بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الحضور، اسمحوا لي بداية أن نقف دقيقة حداد على روح الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر، وعلى روح كل من أسهم بفكرة أو عمل أو مجهود في مشروع السد العالمي. في بداية الكلمة الحقيقة في هذا احتفال تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالمي، برضه الثقافة والتراث يخالفني، ولا أجد أعظم من كلمات الشاعر الراحل عزيز أطاس اللي نظم قصيدة كان اسمها قصة السد، وكان جيلي حافظها عن ظهر القلب، وغنتها أم كلثوم. الحقيقة مش لاقي كلمات أعظم من هذه الكلمات ذكرتنا بقيمة المشروع وقيمة القائد، ابن هذه الأرض الطيبة، القائد اللي جمعنا ما خليناش أبدا نيأس وخلانا نبني السد العالي، القائد اللي ترك بصماته، القائد الخالد. عزيز أطاس بيقول: كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا، إنه السد فارقبوا مولد السد، وباه بيومه الأجيال، ونحن نبني به اليوم الأجيال، يفتح الرزق وهو سد فينساب جنوبا في أرضنا وشمالا. هي دي الكلمات اللي قالها الشاعر، عبر عما يجيش في خاطري وخاطر كل أبناء جيلي وخاطر المصريين ناحية المشروع ده. مشروع ضخم عملاق حلم، لكن إرادة المصريين وسواعدهم حولت الحلم لحقيقة. وجاء اليوم والأيام اللي أحفادنا بيتباهوا بيه، أجيال تتعاقب وتتباهى، ولما تيأس تبص وتفتكر فيملأها الأمل مهما كان الألم. كيف استطاعت إرادة الشعب عبر عنها قائد ابن من الشعب تحدى الدنيا كلها، وإنه يستطيع هذا الرجل أن يحقق آمال شعبه. أنا شايف إن الجميع لازم يتعلم درس، كيف يولد الأمل من رحب اليأس، وكيف يخرج شعاع النور من عتمة الظلام. لكن الشاعر كمل وقال: حقق المعجزات عزم جمال، فاحمدوا الله أن حباكم جمالا. وعاد الشاعر يقول: حين ألوى بعهده مقرر المال، وحاد الصديق عنا ونال، واستدار التاريخ ينظر هل يستسلم الليث أم يصول وصل. قال: إني بانيه وأعتز بالله وبالحق، وأعتز بالله وبالحق، فاسترد القنال. قالها من صميم أفئدة الشعب، فكانت أقواله أعمالا، وإذا هبت الشعوب إلى الغايات شقت لنيلهن الجبال. هو ده كلمات اللي احنا حفظناها واللي جيل يحفظها، واللي لسه لغايه النهارده يستطيع ان يعطي فيعطي بلا يأس وبلا إحباط وكل أمل. وكأن الشاعر كان يقرأ المستقبل ويدرك إن شعبنا استطاع بإرادته الحرة بناء هذا السد،
والنهارده سيستطيع أيضا كما بناه الآباء والأجداد يا أبنائي أن يشق الجبال لنيل غايته. السيدات والسادة، يأتي هذا الاحتفال في ظروف قد تكون متشابهة، فمصر اليوم وشعب مصر يمر بمنعطف فارق هي أحوج ما نكون إليه في التوحد والتمسك لصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا. ولعل من حسن الطالع أن يأتي احتفالنا اليوم. والنهارده الصبح الحقيقة كنت في اجتماع خاص بمشروع كبير لن يقل بإذن الله أهميته عن السد العالي. وإذا كان مشروع السد العالي هو مشروع القرن الماضي، فمشروع قناة السويس أيضا، قناة السويس مشروع تنمية قناة السويس هيكون أيضا مشروع هذا القرن بإذن الله. ولكن علينا أن تتجمع إرادتنا وأن نصطف ونصفو من أجل مصلحة هذا الوطن، من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، ونقف جميعا خلف القيادة التي سيتخذها شعب مصر بإذن الله يوم 26 و27، ويكون يوم للإرادة المصرية بإذن الله. السيدات والسادة، تحيا مصر، تحيا مصر. مثلما يقف السد شامخا رمزا للكرامة المصرية، تقف قناة السويس شاهدة على التضحية والفداء على مر الأجيال. بأمانة وأنا في القناة النهارده شعرت شعور فعلا كلمة عزة وكرامة، فعلا كلمة وطن، وأنا في السد في قناة السويس. الوطن غالي، والوطن خط أحمر. الوطن غالي والوطن خط أحمر. تقف قناة السويس شاهدة على التضحية والفداء على مر الأجيال والعصور من أجل هذا الوطن. وجاء اليوم الذي نستثمر فيه هذا الممر المائي والموقع العبقري والفريد الذي لا يتكرر في العالم، بما يعود على أبناء هذا الوطن بالخير والنماء. إنني في هذه المناسبة أتوجه بالشكر للخبراء الروس الذين يضيفون بيننا على ما قدموه لمصر والمصريين في هذا المشروع. وأؤكد إن هذه الدولة الصديقة وقفت بجانب مصر وبجانب شعب مصر، وإن شعب مصر لا ينسى أبدا أبدا من يقف بجانبه. وقفت هذه الدولة بجانب مصر في الماضي، وننتظر أيضا منها أن تقف بجانب مصر بإذن الله في الحاضر. وهذا السد داعم للعلاقات كان خيرا للجميع في مختلف المجالات، والشعب المصري يدرك بحصه المعهود ذلك جيدا ويقدره. ونتمنى بل ونسعى أن تظل هذه العلاقات المتميزة بيننا في الفترة القادمة، خاصة في ظل التكتلات العالمية المرتبطة بالمصالح الاقتصادية حاليا. وأتوجه بالتحية لأسرة الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر
هذا القائد العظيم الذي يملك حضورا طاغيا رغم الغياب على المستوى الشخصي، وعندما تزداد الضغوط وتغرب الشمس ويزداد اليأس أتذكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكلماته فأهب وأنظر للغد المشرق بإذن الله. عندما أزور دول أفريقيا وأشهد في أعينهم تقديرا لمصر وتقديرا للزعيم جمال عبد الناصر الذي قاد كل حركات التحرر في أفريقيا، أقول إن مصر عائدة بإذن الله للموقع الطبيعي كقلب نابض لأفريقيا. أتوجه بالتحية والتقدير لكل من أسهم في هذا الصقل القومي الشامخ، وهم الذين سجلوا أسمائهم في ذاكرة هذا الوطن بأحرف من نور. حفظ الله مصر وحمى شعبها بإذن الله. السلام عليكم.